السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمة، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناة. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. حبايبي واصحابي واخواتي اللي بحبهم وغاليين على قلبي، يوم جديد وحلقة جديدة من قناتنا الجديدة. حبايبي رجالة، استاذنكم طبعا في البداية يا ريت اي حد بيشوفني لاول مرة ما ينسانيش ينزل دلوقتي حالا نشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجة جديدة احنا بنقدمها. ما تنساناش باللايك الجميل، اللايك بيرفع الفيديو وبيخلي اكبر عدد من المشتركين يشوفوا الحلقه ويستفيدوا بيها، وده الهدف من الفيديوهات. حبايبي رجاله صباح الفل. طبعا انا بكلمكم وانا فوق، يعني يعتبر على اخر سلمه كده من الداير ورايا اهوت. تمام، كنا طالعين نبص على الكام زغلول كده، عندنا حوالي 12 او 13 زغلول بادئين لسه كده يطلعوا على العرق وينزلوا من على العرق. ماشي مفيش مشكله، انا حتى مش متابعكم بيهم لان ان شاء الله انا مستني يطلع لي طريحه محترمه كده نبدا بقى نتابعكم بيها باذن الله ونوريكم من اول الف ب نش زغلول. شوفوا يا شباب، يعني الكلام اللي انا هتكلمه ده ممكن يزعل الناس مني، وخاصه الناس بتوع النش، مش كلهم طبعا، فئه معينه كده او مجموعه معينه من الناس بتوع النش هيبقى كلامي النهارده عليهم او كلامي موجه ليهم. اقسم بالله العظيم يعلم ربنا ان الكلمتين اللي هقولهم دول من قلبي بمنتهى الحب والله وبمنتهى الاخلاص. طيب، في مجموعه من بتوع النش هو طريقه معاملته كده او نظامه كده، يقول لك ايه؟ والله انا ما بديش حاجه لحد لما بمسك حاجه من حد ما بديهالوش، وانا لو حد مسك مني حاجه ما بطلبهاش. ماشي مفيش مشكله، تمام. فيها حرمانيه، فيها حرمانيه، هتتحاسب هتتحاسب وتتسأل عليها وبتشيل ذنوب لانك مسكت حاجه بتاعت حد مش بتاعتك وبتاع، وصاحبها ظهر وانت اديتها له. كل ده يعني خليه بجنب دلوقتي، مش هتكلم عليه. انا كلامي النهارده بقى بمشكله تانية خالص، ده اللي انا طالع اوضحها. وهي في بقى مجموعه كمان يقول لك انا فرد الحمام اللي بمسكه تعالى ادفع تمن حوشته وخده. انا بنزل فرد الحمام ب 100 جنيه، يعني على سبيل المثال مثلا انا وليد واحمد عبد الرحمن مثلا بينش جنبي، انا مسكت فرد حمام من احمد عبد الرحمن، سالنا عليه اقول له انا مسكته، تعالى ادفع ثمن ما مسكته او ثمن حوشته وخده. ادفع 100 جنيه او 150 جنيه او 200 جنيه وخده. وللاسف لما تيجي تتكلم معاه، يعني ليه كده يا فلان، ليه كده يا علان، يقول لك والله انا ده نظامي في الحمام، ماشي انا بتعامل كده. طيب يقول لك بقى على حاجه غريبه جدا كمان، معلش سامحوني انا الستاند تحت والحلقه جت بظروفها كده. يقول لك بقى على حاجه اغرب بقى كمان، يقول لك ايه بقى؟ والله يعني انت بتلوم عليا ان انا باخد 100 جنيه او 150 جنيه، امال انا هجيب كلفه الحمام ديت منين؟ مفيش مشكله، هات يا عم كلفه الحمام وكل حاجه وخد ال 100 جنيه او خد ال 150 جنيه او خد ال 200 جنيه، خد اللي انت عايزه. بس في حاجه انت مش واخد بالك منها، غاوي الحمام قايم، غاوي الحمام نزيه، غاوي الحمام بيأكل الحمام من جيبه. اقسم بالله العظيم يعلم ربنا ان احنا اوقات كتير ممكن نقعد اسبوعين وثلاثه وشهر واثنين وثلاثه نأكل الحمام من جيوبنا الخاصه، ملوش علاقه بالحمام. ما هو انت مش طول السنه بتفرق في حمام اصلا، ما انت ما بيطلعش حمام النش ده هيتعمل في ايه؟ هو يجيب لك فلوس منين؟ انت بتاكله طول السنه عشان تدفع عليه شهرين ثلاثه تستمتع بيه، زغل النش، حمام الحضان، تمام. ف انا يعني نوعيه الناس الغوا ديت انا ببقى زعلان جدا عشانها او متضايق جدا ان هو يمد ايده لحد عشان ياخد منه 100 جنيه او 150 جنيه او 200 جنيه تمن حوشت الفرد، علشان بحجه انه يقول لك امال اجيب كلفه الحمام منين؟ انا لو ما كنتش اطلع اجيب سجايري واجيب مصاريفي ما اطلعش امسكش حاجه. طيب في الاساس طبعا فيها حرمانيه ان هو يمسك فرد حمام زي ما قلنا من شويه. تاني حاجه، معلش يا جماعه ما تزعلوش من كلامي، بكلم طبعا الناس اللي هي بتعمل كده، وانا مشفق عليك والله، انا مش ضدك ولا بهاجمك ولا حاجه، بس في 100,000 طريقه وطريقه تاكل بيها الحمام. موضوع منتهي، موضوع ما فيش فيه نقاش.
انت ممكن لو ربيت لك 3 4 اسوس حضان، طلعت منهم زغال بعتهم ذبيح، صرفت على الحمام. لو جبت لك 3 4 اسوس بول وقفتهم في ثلاجه 3 4 ادوار، انت صرفت على الحمام. يعني اقول لك ايه، لو ربيت لك مجموعه طريحه زغاليل وبعت طريحه، انت صرفت على الحمام. انما يا جماعه حته تعالى وادفع تمن فرد الحمام مش حلوه في حقك. تعرف اكرم لك، قول ان انا ما بنزلش فرد الحمام. يعني ساعات مثلا نكلم ناس مثلا على فرد حمام، يقول لك والله انا معلش ما بنزلش فرد الحمام، ما ادوش لحد. طب شوف يا عم ثمنه كام، يقول لك عيب يا عم وليد انت بتتكلم في ايه؟ هو انا قلت لك ما بنزلوش علشان عايز فلوس لا سمح الله؟ لا، انا ما بنزلوش عشان انا ما بحبش اتعامل مع حد، لان الناس بتعاملني كده، تمسك اني فرد حمام ما بتدهونيش وخلاص يا عم، بقول له ده حقك او اعمل اللي انت عايزه وبتاع، ما انت حر بقى. انما حته ان انا مسكته وتعالى ادفع حوشته وخده، لا يا جماعه عيب. جو الحمام نزيه جدا 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 جدا. وانا يصعب عليا كمربي حمام ان انا اشوف واحد مربي حمام قاعد مستني يمسك فرد حمام من حد جاره او حد جنبه او حد ايا كان هو مين، سواء كان عيل صغير ولا راجل كبير ولا بتاع، يقول لك انا والله هو كده، هو هينزل ايا كان انا ماسكه من مين، هتدفع عليه ال 50 جنيه ولا ال 100 جنيه ولا ال 150 جنيه. هو ده النظام عندي. يصعب عليا ان انت وصلت للمرحله دي، ان انت مستني تمسك فرد حمام علشان تبدا انك تطلب حوشته او تمن حبسته او تمن مسكته او ايا كان ما بتسميها عندك ايه. يقول لك اصل انا هعمل ايه، انا هجيب كلفه منين؟ لا يا باشا، احنا ما بنسرقش حمام حد، ما بنمسكش حمام من حد علشان نجيب له كلفه. انا هيصعب عليا ان انت كجو حمام بتتعامل مع الحمام بالطريقه دي. لا، الحمام ما بيتعاملش كده خالص يا باشا. الحمام تقيل عليك، انا اسف، بيعه، اتصرف فيه. لا والله ليه، ده انا بحبه خلاص، تصرف عليه حاجه بتحبها. انت كوبايه القهوه ما دام بتحبها وبتستمتع بيها بتجيبها وبتشتريها وبتشربها. فانت الحمام مش قادر تصرف عليه، بيعه. بلاش بيعه، خفوا شويه. عندك 60 70 دكر، خليهم 30، خليهم 20، اقدر اصرف عليه. طلع لهم مصروف 20 جنيه 30 جنيه 2 كيلو كلفه يوميا مثلا للحمام. مصروف ده في جنب ده انا طلعه. انما يا جماعه الواحد فعلا والله العظيم بيبقى حزين لما يسمع مثلا حد راجل عنده 40 سنه 50 سنه 60 سنه يقول لك تعالى ادفع ثمن حوشته وخده. لا يا باشا، انا اقسم بالله العظيم السنه اللي فاتت دي انا اتمسك مني شوكشلي، اتمسك مني حلس، اتمسك مني بوازه. الكلام ده كله منسوخ في مناطق بره منطقتي. حمام كان بيمشي، حمام بيتاخر، فليه حمام بيتضرب عشان كان اول سنه ينزل تماسي. والله العظيم والله العظيم انا في ناس من اللي مسكوا الحمام بقوا يكلموني لما يعرفوا ان حمامي، يقول لي وليد طب تعالى خده وادفع 70 جنيه. وحش، وحش قوي 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 في حقك يا غاوي. وحش قوي انك صرفت 50 ولا 70 الف ولا 80 الف وتتصل تقول له تعالى خد ادفع 70 جنيه وادفع 80 جنيه وتعالى خد الفرد. والله العظيم على طول من غير تفكير بقيت اقول له لو تقوله دهب انا ما يلزمنيش الفرد. لو حتى هتقول لي تعالى ادفع مش 50 ولا 70، لو 20 و 30 انا مش عايز الفرد. انا مستعيبها في حقه هو، يعني هو صعبان عليا. غاوي الحمام زي ما قلت لك نزيه وقايم. غاوي الحمام يقول للجار انا ما بديش حاجه لحد، ماشي تمشي. انما غاوي الحمام يفضل قاعد يستنى يمسك فرد حمام، ولما صاحبه يجي له عليه يقول له ادفع 100 جنيه و50 جنيه ثمن حوشته و200 جنيه، وحشه في حقك قوي، وشكلك وحش قوي 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 في وسط الغويطايه. وليد هو انت بتتكلم على حد بعينه او الكلام ده كله؟ لا والله، انا بلاحظ ان دي مشكله مش في كله طبعا، يعني هي سايده في جزئيه من بتوع النش. في ناس بتتعامل بالطريقه دي، يقول لك بجيب مصاريف الحمام، بجيب مصاريفي، بجيب لي سندوتشين وعلبه سجاير. في ناس بتحسبها بالطريقه دي، بس انا بقول لك ان هي وحشه في حقك. انت راجل كبير وراجل غاوي محترم وراجل عندك حمام ودايما كان يطلق على غيط او لسه حتى لحد وقتنا هذا يقول لك غيط الحمام ده غيط البشوات، صح ولا لا؟ تلاقي نفسك مثلا، تعال نتكلم على نفسي عشان بس ايه ما نجيب سيره حد. تلاقي نفسك مثلا عملنا سلاكه دور اول صرفت لها 40,000 جنيه،
رجعنا عملنا ثلاجه دور تاني فوق، صرفت لها دخلت في 50 60 الف جنيه. عملنا كمان ده صرف له يجي 20 30 الف جنيه لابوابه. ايه يا عم انت عديت ل 100 الف جنيه؟ هل يا جماعه يصح او يجوز ان انت بعد المصاريف دي كلها تمسك فرد حمام تقول له تعالى ادفع 50 جنيه وخد فرد الحمام؟ لا يا باشا، فرد الحمام بتاعك اهو، مش عايز اديهولك اقول لك مش هديهولك. انما حته تعالى ادفع ثمن فرد الحمام وخده، او ادفع ثمن حويشه فرد الحمام، او فرد الحمام ده نظام عندي وده قانون، كل بقى الكلام ده اونطه. يعني هو بيحاول يحلل لنفسه خلاص ده نظامي ودي دماغي، وانا لما بروح لحد بيدفعني ثمن الزغلول اللي مسكه مني او ثمن الفرد الكبير. انا والله العظيم كلامي لا موجه لحد معين، كلامي مش لحد بعينه، كلامي الفئه، وانتوا عارفين كويس اي حد بيشوفني دلوقتي الفئه دي موجوده. وانا زي ما قلت لكم يصعب عليا. لا يا باشا، لا، هو الحمام نزيل في 100,000 طريقه وطريقه تصرف على حمامك دي. اقسم بالله العظيم انت لو عامل طريحه زغاليل ونزلت السوق بعت لك 4 زغاليل صرفت على الحمام شهر. لو عامل طريحه دكوره ونزلت دكر على انتايه وبعت قص صرفت على الحمام. لو عامل لك 5 قصوص حضان صرفت على الحمام وفضلك فلوس. لو عامل 3 قصوص بلق بتطلع منهم زغلولين، الزغلولين بيتباعوا ب 500 جنيه و 400 جنيه البلق دلوقتي. معلش انا اسف، انت مالكش حاجه، بس انت مصر تشيل وزر، تشيل حرمانيه، يتقال عليك انا اسف انا اسف انا اسف. شوف انا يعني 3 مرات انا اسف اهي. يتقال عليك ان انت غاوي جعان، ده يا عم الا دو. يعني تيجي مثلا تجيب سيره حد مثلا يقول لك اقول لك يا باي الا ده يا عم، ده بيديش حاجه لحد لو اتزرعت، ولو مسك حاجه لازم تروح تدفع ثمن حوشتها. دي سمعه؟ دي سيره؟ يا جماعه سيره الانسان وسمعته اطول من عمره. يعني انت لو هتعيش 50 سنه 60 سنه 70 سنه، سيرتك الطيبه اللي هتتبقى عند الناس هي دي هتبقى اطول من عمرك. لما تيجي سيرتك في اي مكان وفي اي قعده اقول لك ياه الله يرحمه فلان ده كان غاوي. عايز تقال عليك كده ولا عايز تقال ان انت كنت، معلش انا اسف في اللفظ، كنت غاوي معفن؟ انا اسف. بتنزل فرد الحمام بتاول حوشته، لا ما تنزلوش يا باشا اكرم لك، عيب انت مش صغير. ما تنزلش فرد الحمام، خليك قيم وخليك نزيه، وما تخليش حد يمسك عليك غلطه، ولا ما تخليش حد عليك يقول عليك ان انت معفن ولا بتاع. انت قد الدنيا، انت مفيش غاوي زيك حتى لو انت غاوي على قدك ايا كان اللي بتغوى ايه. حبايبي يا رجاله والله العظيم الحلقه ديت في منتهى الاهميه، واتمنى ان اي حد بيشوفني يغير فكره في النقطه دي. حاول ماشي. بنقابل ناس حلوه قوي قوي قوي، بنقابل ناس عسليه، لمجرد مثلا انه مسك فرد حمام واحد اتوسط له، والنبي يا وليد ما تعرفش فلان ما تكلمه لي السلام عليكم يا فلان انت مسكت ايه النهارده؟ مسكت كذا. طيب هستأذنك ممكن لو امكن تنزل فرد الحمام؟ يا باشا الفرد نزل، الموضوع منتهي من غير ما يعرف هو بتاع مين ولا ايه اللي حصل ولا بتاع، انت خلاص طلبته. عشان كده زمان كان يقول لك لو هو قاتلني وبينه وبينه مصانع الحداد وخصم وجالي على البيت على فرد ذبحني، قد انزله له لازم انزله له. حبايبي رجاله صباح الفل، دي كانت حلقه النهارده. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. كان معاكم الشيخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.